إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 17 من يناير عام 2024. كما عودناكم دائما وأبدا مستمعي الأعزاء، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات مع الزميل أحمد شريف، وفيه يقدم لكم الزميل أحمد الجزء الأول من الحديث عن المناضل والشاعر الراحل رمضان جبره وكتابه التاريخ السياسي لإريتريا، والذي صدر في نهاية العام الماضي بالتزامن مع صدور ديوان الشعر للمناضل رمضان جبره، والذي يحمل عنوان إريتريا سمعكم فالا، على أن نستكمل وإياكم بقية الأجزاء في حلقات البرنامج القادمة. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. إصابة أكثر من 14 شخصا في اشتباكات بين أنصار النظام ومعارضيه في مهرجان هيغدا في ملبورن بأستراليا. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إنها تلقت بلاغا من إبحار زورق صغير حول سفينة في البحر الأحمر على بعد حوالي 57 ميلا بحريا شمال غرب مدينة عصب، والحوثيون يصعدون من المواجهات باستهداف سفينة أمريكية في البحر الأحمر. وتحركات محلية وإقليمية صومالية بشأن توقيع أثيوبيا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. أصيب ما لا يقل عن 14 شخصا في اشتباكات بين أنصار النظام الإريتري ومتظاهرين مناوئين في مدينة ملبورن الأسترالية، وذلك على خلفية أحداث ساحبت إقامة مهرجان الهيغدا السنوي في المدينة، ونقل 10 أشخاص من المصابين 14 لتلقي العلاج والإسعافات في المستشفى. وجاءت الاشتباكات التي حظيت باهتمام وتغطية من وسائل الإعلام الأسترالية في أعقاب هجوم شنته المعارضة، خاصة مجموعة برغيد نحمدو أثناء قيام المهرجان. وقالت شبكة 7 نيوز الأسترالية بينما كان مؤيدون للنظام يتواجدون داخل الموقع ومعارضوه في الخارج، تراشقت المجموعتان بالحجارة والزجاجات، مما تسبب في أضرار في الممتلكات بقيمة 40,000 دولار أسترالي. وقالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان سنايت هبتماريام التي كانت مشاركة في المظاهرات إنهم طالبوا أكثر من مرة بإغلاق قاعة المهرجان، لكن لم تجد مناشدتهم آذانا صاغية، مؤكدة أن احتجاجهم كان بقصد إيصال أصواتهم لجهات الاختصاص بشأن انتهاك حقوق الإنسان في إريتريا، ولم يكن الهدف إحداث شغب أو فوضى أو إلحاق الضرر. وكانت قناة 7 نيوز الأسترالية قد نقلت مقاطع مصورة لمهرجان الهيغدا في العام الماضي لأطفال وهم يرتدون الزي العسكري ويحملون مسدسات من ألعاب الأطفال. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء إنها تلقت بلاغا من إبحار زورق صغير حول سفينة في البحر الأحمر على بعد حوالي 57 ميلا بحريا شمال غرب مدينة عصب. وأضافت الهيئة في مذكرة استشارية أن السفينة وطاقمها بخير وتبحر باتجاه وجهتها التالية، بعدما أطلق أفراد الأمن على متنها طلقات تحذيرية وعاد القارب الصغير. وقالت إن السلطات تحقق في الحادث وفق ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء. هذا وصعد الحوثيون من هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، حيث أفادت الأنباء بأن الجماعة استهدفت سفينة أمريكية بصاروخ باليستي مضاد للسفن الاثنين الماضي، بينما فشلت عملية إطلاق صاروخ آخر وارتطم بالأرض بعد إطلاقه.
وجاءت هذه التطورات بعد وقت قصير من إعلان الجيش الأمريكي بأن مقاتلة أمريكية أسقطت صاروخ كروز مضاد للسفن أطلق من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه مدمرة أمريكية في جنوب البحر الأحمر. وبحسب البيان الأمريكي فإن استهداف السفينة الأمريكية وقع مساء الاثنين بتوقيت صنعاء، ولم يذكر البيان الأمريكي أي تفاصيل بخصوص الأضرار، لكنه أكد أن السفينة ماضية في الإبحار. فيما قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس الاثنين إن بريطانيا ستنظر وترى قبل أن تقرر شن ضربات عسكرية جديدة ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن من أجل حماية الشحن الدولي. وأكد شابس لشبكة سكاي نيوز البريطانية ردا على سؤال عما إذا كانت بريطانيا ستنفذ مزيدا من الضربات قائلا: دعونا ننظر ونرى ما سيحدث. الأمر ليس أننا نريد المشاركة في تحرك بالبحر الأحمر، لكن حرية الملاحة في نهاية المطاف هي حق دولي. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا شنتا سلسلة من الغارات الجوية على أهداف للحوثيين في اليمن، والتي دفعت الجماعة المتحالفة مع إيران إلى التهديد برد قوي. وأضافت جماعة الحوثي أن الضربات الأمريكية البريطانية لن تمر دون رد، وتوعدت بمزيد من الهجمات تجاه السفن الإسرائيلية أو غيرها من السفن التي تتجه إلى إسرائيل. وجاءت الهجمات الأمريكية البريطانية بعد أسبوع من تحذيرات وجهتها الدول المتحالفة للحوثيين من مغبة العواقب في حال مواصلتها استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، الذي يعد من أهم الممرات المائية للتجارة العالمية. ووفق ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء، فقد أدى التصعيد في البحر الأحمر إلى عرقلة 4 ناقلات للغاز مطلع الأسبوع الحالي، كما شهدت أسواق النفط ارتفاعا في الأسعار. دعا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود المواطنين إلى الاستعداد للدفاع عن وحدة وسيادة أراضي الصومال. جاء ذلك في خطاب وجهه للشعب الصومالي الأحد الماضي، الذي شهد خروج الآلاف في مسيرات منددة بالاتفاق. فيما صرح مستشار كبير للرئيس حسن شيخ محمود بأن بلاده ستسلك كل القنوات الدبلوماسية للدفاع عن سيادتها، وأضاف أن بلاده مستعدة للذهاب إلى الحرب لمنع أثيوبيا من الاعتراف بإقليم أرض الصومال، وفق ما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية. في الوقت نفسه يشهد الصومال نشاطا مكثفا للقيادة السياسية وعقد لقاءات في إطار التعبئة، حيث قام الرئيس حسن شيخ محمود بزيارة إلى مقر قيادة الجيش الصومالي، وعقد لقاءات مع قادة القطاعات العسكرية المختلفة. أيضا قام قائد الجيش الصومالي بعقد اجتماع مع قيادات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال رفقة قائد الشرطة لبحث المزيد من الإجراءات في حفظ الأمن. وفي تداعيات الأزمة الصومالية أيضا تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية اليوم الأربعاء عبر دائرة الاتصال المرئي الفيديو كونفرنس بطلب من الصومال وبتأييد من 12 دولة عربية، وذلك لبحث أزمة الصومال مع أثيوبيا بخصوص توقيع الأخير مذكرة التفاهم مع إقليم أرض الصومال، حسب ما أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي. وتهدف التحركات الصومالية الإقليمية والدولية إلى ممارسة مزيد من الضغوط على أثيوبيا، التي اعترفت ضمنا بأنها تواجه ضغوطات من دول في المنطقة وبعض الدول العربية التي قالت إنها أعربت عن دعمها وحدة وسيادة أرض الصومال، ولكن الحكومة الأثيوبية قالت إنها ماضية في مسيرة التفاهم التي تضمن مصالحها الاستراتيجية. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام، كما نوهنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات مع الزميل أحمد شريف، وفيه يقدم لكم الجزء الأول من تسليطه الضوء على سيرة وأعمال المناضل والشاعر الراحل رمضان جبره وكتابه التاريخ السياسي لإريتريا، والذي صدر في نهاية العام الماضي بالتزامن مع صدور ديوان الشعر للمناضل رمضان جبره. على أن نستكمل وإياكم بقية الأجزاء من الموضوع في حلقات البرنامج القادمة بمشيئة الله. نتابع سويا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء في كل مكان، أحييكم من إذاعة إرينا الدولية في باريس، وأرجو أن تكونوا في أمان الله وحفظه أيها الإخوة والأخوات.
كثيرة هي الكتب أو الإصدارات التي تخرج بعد وفاة من يتحدث عنه، وقليلة جدا هي الكتب والإصدارات التي تخرج إلى النور وأبطالها هم على قيد الحياة، وقليلة جدا جدا هي التي تخرج أصلا إصدارات باللغة العربية في الشأن الإريتري في بعده الثقافي والسياسي وحتى الاقتصادي. من بين تلك الكتب التي صدرت مؤخرا في بحر نهاية العام 2023 كان كتابين هامين. الأول التاريخ السياسي لإريتريا، رمضان عثمان قبري، تحرير الأخ الأستاذ صالح قبري، وكتاب آخر سمعكومو فالا، شعر رمضان قبري، تحرير صالح قبري. صدر الكتابان في وقت واحد 2023 1444 للهجرة النبوية الشريفة، وصدر عن وهي الطبعة الأولى طبعا عن النخبة للطباعة والنشر والتوزيع، وفيه رقم إيداع وترقيم دولي، وجميع الحقوق حقوق الطبع محفوظة للناشر. طبع طبعا في مصر. ونقول في البداية شكرا للأستاذ صالح قبري، هو شقيق الشاعر المناضل الأستاذ الفنان رمضان قبري، ومن منا لا يعرف رمضان قبري، وتكفيه أنشودة وأغنية وسيمفونية إريتريا سمعكمو فالا، التي شدى بها الأستاذ المناضل حسين محمد علي له التحية. إريتريا سمعكمو فالا، مدر ثورة قندل هلا أبطالة، مدر عفون شعير طاف ماشيلا، أنا قد مفرركو الثورة شد حابركو، هو قل أجمل كلاشينو كبا يتعلل وتدحر فارحتها الليت من لبا. هذه المقطوعة وغيرها يعني يكاد الناس يحفظونها كما يحفظون كتبهم المقدسة، إذا ما قلت لا أكون مبالغا عزيزي المستمع وعزيزي المستمعة، خاصة هذا النشيد سيما وقد شدى بها الفنان الجميل الملتزم أستاذ حسين محمد علي. ونحن إن شاء الله حسين محمد علي برضو عبر هذا البرنامج نحن إن شاء الله سنستضيفه للحديث عن تاريخه الفني، وإن كنا قدمنا ذلك في الريسات بالتفصيل، يعني 9 حلقات. إن شاء الله أنا سأدعوه عبر هذه الإذاعة لنقدم جانبا من حياتي. اليوم سيداتي سادتي سأترك الفنان الشاعر رمضان قبري إلى أجل مسمى، ولكن أمامي كتابه، كتاب التاريخ السياسي لإريتريا رمضان عثمان قبري، وغلافه طبعا الكتاب في 195 صفحة، والغلاف طبعا فيه غصن الزيتون للعلم الإريتري المصدق عليه عام 52 و900 ألف من داخل البرلمان. وليس غريبا أن يتبناه عدد من الأمة الإريترية، وهنالك من يتبنى العلم الأخير علم الحكومة الإريترية المؤقتة، ولكل فيما يهوى علمه. راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازيت إنياتا زدالو نتس راديو. عموما الكتاب مطبوع بشكل جيد وفي الحجم المتوسط، وأنا إن شاء الله سأستعرض في هذه الحلقة أهم ما ورد في الكتاب. الكتاب كما قلت محتوياته يعني فيه
الشيء المعروف والتقليدي الموجود في الكتب الإريترية. الفصل الأول يتحدث عن لمحة عن إريتريا، الموقع الجغرافي والتضاريس والأمطار في إريتريا، والسكان واللغات والأديان، التداخل الديمغرافي مع إثيوبيا والسودان وجيبوتي، الموارد الاقتصادية. هذا ما شمله الفصل الأول، ولكل يعني باب أيضا له فروع. يعني هو يتحدث عن الموارد الاقتصادية، تحدث عن الزراعة والرعي، الغابات، الصناعة، الثورة المعدنية وغيرها. الفصل الثاني تحدث عن فترة الاستعمار الأجنبي، وعنونها بالعناوين الكبرى: إريتريا تحت الحكم العثماني التركي، فترة الاحتلال الإيطالي، مرحلة الانتداب البريطاني، وفترة تغيير المصير. هذا ما حواه الفصل الثاني. أما الفصل الثالث فمرحلة الثورة وما تلاها من تطورات، وتحدث بالتفصيل عن نشأة التنظيمات السياسية وتأسيس حركة تحرير إريتريا، فشل تنظيم الحركة وميلاد جبهة التحرير، ودستور الجبهة، وبدء العمل المسلح والكيفية التي تم بها، وإعلان بداية الكفاح المسلح والإنجازات العسكرية، وأسماء القيادات الثلاثة حتى عام 69 الدخول لمؤتمر أدوبحة. المجلس الأعلى بعد الزيادة من 67 إلى 69، والقيادة الثورية وقادة المناطق العسكرية الذي كان تكوينهم سرد الكتاب فيه، مع أنه يشبه أنه هي معلومات مكررة، ولكن فيه أشياء جديدة فيما أظن. يعني مؤتمر أدوبحة 69، أسماء ومناطق أعضاء القيادة العامة، ميلاد قوات التحرير الشعبية، أبطال الانشقاقات في الجبهة، عناهم واحد واحد، المؤتمر الوطني الأول والمؤتمر الوطني الثاني، وصفحات للمصادر وعن المؤلف كذلك. رمضان جبري قبل وفاته، الذي توفي مع الأسف الشديد رحمة الله عليه عام 1994 في الخرطوم، حتى لم يوارى جثمانه الثرى في وطنه الذي ناضل من أجله فنا ونضالا وشعرا وتضحية. وحقيقة كونه يكتب مذكراته وبعدين يتم تنقيحها ونشرها هذا شيء جميل. أنا أتقدم باسمكم جميعا أيها المستمعون للأخ صالح جبري بكل كلمات الشكر والتقدير عن تاريخ أخوه وأخو الجميع. رمضان عثمان جبر كريستوس، والمعروف برمضان جبري، يعني الناس الشعب الإريتري يختصر اسم رمضان جبري، قليلون جدا الذين يعرفون رمضان عثمان جبر كريستوس يعني. ولذلك رمضان جبري سنعتمد الاسم المشهور به، وهكذا يعني معنون. هو من مواليد مدينة مندفرة 1932، يعني قليلون جدا الذين يعرفونه. يعني رمضان جبري الذي قال إريتريا سمعكم موفى لا مدر سورة قندل هلا أبطالة مدر عفون شعير طاف ما شيلة. وسندلف إلى الشعر وشعره في حلقات إن شاء الله عبر إذاعة إرينا الدولية. إذا ما قيل لأي إنسان سئل يعني تتخيل رمضان جبري مولود وين، يعني حيقول إما في منطقة عنسبة أو في منطقة بركة، يعني القاش بركة. يعني أنا أعتقد حتى إلى منطقة الساحل ربما الناس لا يتوقعون، ولكن تخيل هو من مواليد مدينة مندفرة عام 1932، له الرحمة والمغفرة. سيرته الذاتية المكتوبة بإيجاز إنه ختم القرآن الكريم ودرس الابتدائية في مدينة أسمرة. تخيل واحد مولود في مندفرة ودرس الابتدائية والقرآن الكريم كله في مندفرة، ويكتب بهذه اللغة الجميلة، لغة التجريت يعني في شعره. سنرى بعد ذلك هل كان عنده محاولات في اللغة العربية وغير ذلك سنرى. رمضان جبري يعتبر من الأوائل الذين أنشأوا الفرق الفنية، وإذا ما قلنا هو يعني ربما يعني مع المجموعة اللي كانت في أسمرة عندما أسس فرقة أبناء كرن في مدينة كرن، أنشأ أول فرقة له
ربما تزامن مع نفس الفرق التي نشأت قبل ماتا في أسمرة، ماتدي وممهال وغيره وغيره، ثم أصبح عضوا في فرقة دكبات في أسمرة بعد أن أنشأ فرقة ابناء كرم في أسمرة. فرقة دكبات يعني من أشهر الفرق الفنية، هو كان أحد مؤسسيها. رمضان قبري يعتبر أحد الطليعة العمالية التي أسست جبهة التحرير الإريترية في المملكة العربية السعودية. كذلك قضى كل حياته في خدمة الوطن، جمع بين العمل النضالي والإعلامي والفني. يعني برضو في وجه جديد لأستاذنا الراحل المقيم رمضان قبري، وهو الوجه الإعلامي وسنرى ذلك. توفي رحمة الله عليه عام 1994 في الخرطوم، وأعتقد وري جثمانه الثرى هناك. هذه إذاعة إرنا. رمضان قبري يقول الدافع لتأليف كتاب التاريخ السياسي لإريتريا، على الرغم من أنه هو يعني في المعنى السياسي برضو فيه الكتاب يحتوي على أشياء غير سياسية، وإن كانت السياسة هي كل شيء. يعني يقول الدافع وراء سردي لهذا الكتاب، وهو يسردها بأمانة حسب ما اطلعت على الكتاب، يعني يسردها بأمانة. ويقول الدافع وراء سردي لهذا الكتاب التاريخ السياسي الإريتري بصفة عامة، وتاريخ مرحلة تقرير المصير وبداية الثورة بصفة خاصة، جاء لعدة أسباب أذكر منها. يقول: لاحظت عدم إلمام معظم الشباب الإريتري بتاريخ بلده وتاريخ آبائه وأجداده، مما يسهل أو يسهل عملية تزوير التاريخ، وما أكثر المزورين في هذا الزمن العجيب. يعني وحدين كتبوا التاريخ وهم لم يعيشوه أبدا، يعني ولأن عدم الكتابة هي التي تعطي يعني ما داير أقول الرخصة، ولكن تعطي الفرصة لأولئك المزورين للتاريخ. ويقول رمضان قبري رحمة الله عليه: مرحلة تقرير المصير تعتبر بداية العمل السياسي الحقيقي في إريتريا، ومن حق الجميع معرفة النضال والمناضلين ومن كان ضدهم في تلك المرحلة، أهمية سرد تاريخ بداية الثورة وما تلاها من أحداث وتطورات دون تحيز إلى فئة دون أخرى، تمليك الحقائق للأجيال. رمضان قبري، لغة في الصميم وفي غاية الدقة والمعنى. طبعا قلنا أنه تحرروا أخونا صالح قبري شقيق المناضل، ونحن إن شاء الله أخونا صالح قبري أتمنى أن نلتقيه إن شاء الله وجها لوجه، ولأنه أن تدون ما خطه المؤلف ليس أمرا سهلا، وبالتالي هي بحد ذاتها تحتاج إلى توثيق. كما قلت يعني في النبذة المفصلة أنا سأقرأ نبذته بالكامل. كما قلت رمضان عثمان قبري كريستوس، اسم الشهرة رمضان قبري، ولد في 9 أكتوبر 1932 في مدينة مندفرة. ختم القرآن الكريم على يد الشيخ عبد الحي في جازاباندا، ودرس في مدرسة مدبر الابتدائية في أسمرة. عام 1947 كان عضو جمعية تحسين العادات الوطنية. كان يعمل بجانب الفنانين الكوميديين غرازماتش ألمايو كحساي وعثمان أحمد دين وعلي سعيد بانان علي بوبي وآخرون. ورغم سفره للسودان في أوائل الخمسينيات، إلا أنه عاد واستقر في مدينة كرن، حيث بدأ مشواره الفني بالتمثيل وكتابة الشعر والمسرحيات، وأسست فرقة فنية باسم أبناء كرن. وكان يميل إلى الكوميديا المحلية لتسليط الضوء على المشكلات الاجتماعية، حيث قدمت الفرقة عروض في عدد من المدن الإريترية ونالت استحسان الجميع. ومن أهم أعضاء هذه الفرقة كان السيد كافلة، الفنان أبو بكر أشكح سندلاي،
والأستاذ الفنان الراحل الأمين عبد اللطيف، والفنان الراحل قرماي سلمون، والأستاذ أسرس تسمى الراحل طبعا، والسيد علي كرن رحمة الله عليه. في عام 1956 انتقل إلى أسمرة وأصبح عضو بفرقة دكبات ذائعة الصيت. في عام 1958 سافر إلى المملكة العربية السعودية، وكان ينشط وسط العمال الإريتريين، وكان أحد أعضاء الطليعة العمالية التي أسست جبهة التحرير الإريترية. هذه ملخص لسيرته الذاتية، وهي سيرة عطرة. كما قلت الكتاب يتضمن لمحة عن إريتريا، ويتحدث بالشكل المعروف عن التضاريس والتسمية من أين جاءت وهكذا، ثم يتحدث عن المناخ والمناخ المنخفضات والمرتفعات والسهل الساحلي، ثم تحدث عن الأمطار والسكان واللغات والأديان. ما عارف، يقول إريتريا بلد متعدد الأعراق والأديان، وعدد سكانها أكثر من 5 مليون نسمة، وعاصمتها أسمرة. نحن كتب علينا أن لا نعرف تعداد سكاننا بالتفصيل، على الرغم من أنه عندنا حكومة بين قوسين مؤقتة 32 سنة. ما آن لهذه الحكومة أن تعلن وتلغي المؤقتة هذه. 32 سنة وما قادرين نعمل تعدادنا السكاني كم. لا نستطيع أن نؤكد 4، 4.5، 5، 5.5، يعني كل يؤلف كما يشاء. لكن أعتقد أنه الأستاذ رمضان قبري يعني اطمأن إلى هذا العدد 5 مليون، وهو قد يكون الرقم قريب، ولكن لا يعني الدقة المطلقة يعني. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وتحدث عن المجموعات البشرية الأولى والمجموعات البشرية الثانية. في المجموعات البشرية الأولى يقول: هم قبائل البني عامر المتحدثين بلغة التجريت، والذين يقطنون على طول الشريط الساحلي والمرتفعات الشمالية ومنخفضات بركة والقاش، وهم قبائل رعوية. بعدها في مجموعات بشرية الثانية، وهم الحبش سكان الهضبة الجنوبية الوسطى المتحدثين بلغة التجرينية. والمجموعة البشرية الثالثة هم قبائل الدناكل والعفر سكان الشريط الجنوبي. ثم بعد ذلك يتحدث عن التداخل الديموغرافي مع إثيوبيا والسودان وجيبوتي، والموارد الاقتصادية وكذلك الصناعة والثروة. ثم يتحدث عن الفترة الاستعمارية الأجنبية إريتريا تحت الحكم العثماني التركي. وحقيقة هذا الفصل يعني تحدث فيه بشكل مفصل، وهنالك عدد من الثورات التي لم تذكر في الكتب كثير حقيقة، يعني مثل ثورة إسحاق ملك مدر بحري ضد الأحباش، وثورة يونس ملك مدر بحري ضد الأحباش. وبعد ذلك يتحدث عن إريتريا تحت الحكم الخديوي المصري وفترة الاحتلال الإيطالي، ثم يعرج بعد ذلك إلى فترة الانتداب البريطاني. الفترة الإيطالية أعطاها حقها الذي تستحق، وحتى لخص لها أفكار كثيرة يعني. يمكن أن نأتي في الحلقة القادمة مستمعينا الأعزاء لاستعراض ما حواه الكتاب من استعراض فترة الاحتلال الإيطالي. أنا شخصيا أعطي هذه الفترة أهمية كبرى، لأنه إريتريا تشكلت منذ تلك الفترة، ولا نزال نعيش على تلك الملامح وتلك الخارطة التي وضعت في فترة الاحتلال الإيطالي، أعني الإيطالي. وكذلك ما تمخضت عنه الحياة في إريتريا، سواء كان مهنيا وزراعيا وصناعيا وثقافيا، كذلك انعكاس للفترة الطويلة التي كانت قرابة 60 عام. فهذه الفترة هي التي تعيش على ملامحها إريتريا أرضا وشعبا وتاريخا، وأحسب أن التاريخ المستقبل كذلك مرهون ومربوط بهذه التراكمات وهذه الخلفية الإيطالية.
ولا غرو في ذلك. ففترة الاحتلال الإيطالي نحن حنقرأ بالتفصيل ماذا قال فيها الكاتب المناضل الفنان الإعلامي النقابي رمضان قبري. أنا سأتوقف هنا عزيزي المستمع، لكن أعدكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة سنكمل ما بدأناه من حديث عن كتاب التاريخ السياسي لإريتريا بقلم الأستاذ المناضل رمضان عثمان قبري، تحرير صالح قبري، الذي صدر في نهاية هذا العام عام 2023. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. تحياتي محدثكم أحمد شريف برفقة الزميل الأستاذ إدريس سليمان خليفة أبو هاشم في الإشراف والإخراج. وتحياتنا لكم وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرنا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة الأسبوع من برنامج متابعات. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. إصابة أكثر من 14 شخصا في اشتباكات بين أنصار النظام ومعارضيه في مهرجان هيكدا في ملبورن بأستراليا. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إنها تلقت بلاغا من إبحار زورق صغير حول سفينة في البحر الأحمر على بعد حوالي 57 ميلا بحريا شمال غرب مدينة عصب، والحوثيون يصعدون المواجهات باستهداف سفينة أمريكية في البحر الأحمر. وتحركات محلية وإقليمية صومالية بشأن توقيع أثيوبيا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إيرنا الدولية في باريس، وحتى الملتقى في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إيرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إيرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس.